بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أيتم سويثما والسلام. المشاهدين اللي تبعا داخل وخارج الأرض الوطن. نهارا يجي اللقاء مقران ينوجيون دي مقران اللي غادي نوجيون زي هولندا. ينوجيون يكشينا الطاس يتشم موضوع ذي مواح النخ. نخي المنتخب الوطني هذا بدا خيك السي عبد القادر الدراز يجن غني عن التعريف. انت جاند رئيس مؤسسة المحترفين دي هولندا. السي عبد القادر الدرازي مرحبا بك دي سبور نادور. شكرا. تشكاري شطس قبول الدعوة. شكرا. بارك الله فيك. ندوز عند أتمنى. السي كريم احمد. بارك تفضل السي عبد القادر. لا لا صافي. اللي غتمنى ان شاء الله تعذر الامسيه في جو جميل. ان شاء الله بارك الله فيك. ندوز عند السي كريم الاحمدي الغني عن التعريف. مشوار كروي كبير مع المنتخب الوطني وفي الدوري الهولندي مع فاينورد روتردام، مع استون فيلا، تفي اف سي تفينتي. سي كريم الاحمدي مرحبا بك. السلام عليكم، شكرا، مشرفين. بارك الله فيك السي كريم، شكرا بزاف على قبول الدعوه باش تعرف على الجمهور في الريف، في الناظور الحسيمه المناطق الريفيه كاملين. السلام عليكم، انا فرحان معكم هنا في هذا الانترفيو، وتا الناس اللي يتفرجوا هذا الانترفيو ان شاء الله. بارك الله فيك. ندوز عند السي اسامه السعيدي النجم المتالق ديالنا. سي اسامه مرحبا بك دي سبور نادور. السي اسامه قد جبت ثلاث طماطم زوتي كيخ تعذوض ما لا توات عقرد شتوارا تعذوض كي ذنخ توات سي دغال ملعب البلدي ديال النهضه تعذوض ديك يقوم مثلا محمد زريوح ما لا عقرد ديال وقت ندير عقرب هذه، عقرب هذه صعب. 2013. 2013 أتذكر تزكى لي 13 أتذكر كاس لي 10 سنين عقرب. بارك الله فيك. بارك تعاون الله فيك تشكاري ربانك. شو التصل السي اسامه ومي غاخت نوجبد نهارا. بارك الله وفيك فيك. بارك الله، وفيك بارك الله. شي حفظ الصدافه بارك الله فيك. يتمسوا يسمع باش ان شاء الله بالنسبه للقاء النهار ذا كي داير ومثنخ محمد بن عمار. كي داير ذي التقديم ان شاء الله وكذي الاخراج ذي المسائل اللي جات تقنيه كي خيري ومثنخ محمد الوردي. تو نتمنى كي خيري ومثنخ السي عبد الوهاب نخدا ربما غاشل المشاكل التقنيه ذي التليفون نص ولكن نتمنى انت يحل ان شاء الله باش كي غدي قعدوا انت كي خي السيور واخا. السي عبد القادر كي كنسيور ذا مزوارو. ربما اهم حدث يوقع عندي سيمانه يعذون يخدي ثنين سيمانه يعذون هو تسمى الحضور نوم ذي مواطن النخ. رفقه مجموعه يلعبن. هنا كان اسامه السعيدي كريم الاحمدي بوصابون، مانويل داكوستا، بوحدوز مجموعه يلعبني تو تيراني المنتخب. نزري كنيو قساني يعذون تو تسعدهم يجن ستاج تقني ذي المقر الكومبلكس محمد السادس يجان ما كومبلكس يجان معروف تسعدهم ذي يجن ستاج وضع بين كاف بروز ما خصي شويه من يوقع عندنا يعني تفهم ذي المشاهدين من تغاتي قمزين قساني يعذون. المهم نفكر نشين كمؤسسه، مؤسسه محترفين المغاربه، نفكر باش نستفد زي التجارب المعرفه يكسبن المحترفين المغربيين راضي هولندا راضي برا، برا هولندا يعني قليمان بلجيك الى اخره. نعم. ديالنا ولا المؤسسه ديالنا سراج نتبرات رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم فوزي القجع. الناس بان كمحترفين نغذي هولندا غاصل الرغبه باش تتبع لجنه الدوره التكوينيه باش تلقى الدبلوم العالي باش دايرين المدربين ديال المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. وفعلا السي فوزي القجع يجاوبنا بالفعل اننا ما كاين زعما مرحبا بكم. من خلال السيد جمال فتحي انت كمدير مسؤول على الاداره التقنيه نضمن
كاين اسامه السعيدي، كريم الاحمدي، كاين خديني علي بوصابون، نزرات مجموعه يلعب مانويل داكوستا. ينا ماتو غادي يجي غاس نشان الدبلومات السي عبد القادر نيخ اول دبلومي غاس ندوالي تاتيني سعدون. المستويات المجموعه ككل تختلف، لاني غيتجا دبلوم ويفا لاني غيتجا ويفا سي، لاني غيتجا ويفا بي، لاني غيتجي شكا. ولكن ايران بزاف ديال المنتخب، ايران دي مقابلات على الصعيد يعني العالمي. مثلا بحال كريم الاحمدي مثلا يرى 67 مره ديال المنتخب، تبارك الله. بس غاسي يجي القيمه مضافه، غيرانج العدد المقابلات ديال المنتخب. كذلك اسامه السعيد يراج العدد المقابلات ديال المنتخب. المهم تقني حتى تقني تشوف النقاط، ولكن السيستم ني شوا خصنا بالضبط باش تقني السيستم ني حسبا العدد النقاط وني راني قسم المقابلات المباريات دوني غادي الدبلوم ما حاجتش نخرج عدد النقاط. من بعد فرق اني غيجا المستوى نقرا مثلا تقدر الفوز واحد سنه، يعني تقدر نعاود الفوز النظير، ولكن تبع الدورات الاخرى الدورات الاخرى. يجي السؤال ذا تاتينا السي عبد القادر، ماشي اي واحد زعما ديال فغاكا في برو ياك تما خصها يستوفى الشروط ياك يساس الجامعه يساس حتى الاتحاد الافريقي الكاف ياك. نعم هني جيتي هني جات ما الجامعه جا منظمه ني الكاف جا منظم الدوريه. الجامعه تنظم الدروس التقنيه، ولكن تحت اشراف الكاف والفيفا. شروط حتى الفيفا داخلين ديما، معناه ان ماشي اي واحد قبرنتي خصها تيري هذا المحترف، تيري هذا العدد المباريات ديال المسيره النش كلاعب كره القدم. تيري غاك بعض الدبلومات على الاقل بعد تيري غاك تبين بان غاك الرغبه باش تتبع الدوره التكوينيه. خزان غادي بسترينا مره، خزان غير عدد المباريات، خزان غير الشواهد تحصل، خزان غير يعني الاحتراف الشخص شحال يرى ديال حياه الناس المباراه اكسبيرينس غاس بينات. نعم تشكاريش السي عبد القادر هذا عذو قبري عذو خاو محمد بن عماد عذو دغيا السي كريم الاحمدي ومن بعد اسامه السعيدي. السي كريم بغيت نسولك بالمناسبه راه دابا انا لايف بغيت غير نسولك، راه بزاف ديال الناس هنا في الريف صحاب ليهم كريم الاحمدي ريفي، ممكن تقول لي بعد الاصل ديالك منين في المغرب؟ لا ماشي من الريف، انا من القصار الكبير الشمال، ساكنين في ازيلا. دابا الوالدين كيكونوا تما 6 شهور في العام، كيدوزوا 6 شهور في العام في ازيلا و6 شهور في هولندا. تبارك الله سي كريم. انا من الشمال. تبارك الله، الله يحفظك، بارك الله فيك. في هذا السؤال اللي سولت السي عبد القادر دابا السي كريم كنا كنعرفوا ان السي كريم ملي اعتزل مع المنتخب الوطني في 2019 ولكن استمر في الكره. يعني السي كريم الاحمدي لعب معاه، كان مع فاينورد، موراها مشى للاتحاد السعودي، من بعد ديك يمكن هذيك هي اخر مرحله اللي كان السي كريم الاحمدي هي الاتحاد السعودي. انا لعبت الكوب افريك في 2018 كنظن مع المغرب. 19 ايجيبت 19 هذيك الاخر مره باش لعبت مع المنتخب. من بعد كنت باقي لعبت شي عامين ولا 3 سنين في السعوديه في الاتحاد، ومن بعد خلصت الكره. يمكن كان معك مانويل داكوستا، مروان داكوستا في السعوديه، ما كانش معك حمد الله؟ لا تا حمد الله لعبت معه 6 شهور. حيت انا تبليسيت في شهر واحد، ومن بعد 6 شهور دوزتو مع حمد الله. تبارك الله. بغيت نسولك السي كريم مور هذيك في 2022 ملي حبستي الكره، شنو كنتي كدير مثلا؟ واش كنتي كتوجد راسك باش تكون مدرب دير ترينين؟ الصراحه انا فاينورد سولوني قالوا لي اجي ادرب الصغار في فاينورد تحت تحت 18 باش نكون مساعد ديال فان بيرسي. انا في ديك الوقت صراحه انا لعبت على 20 عام الكره، ما بغيت نرتاح شويه، وعاد زادت لي البنيته في ديك الوقت، وما بغيتش ما بغيتش ديريكتمون نمشي ندرب.
ودابا كنعمل لي في التلفزيون كنعمل الماتشات ديال الفاينورد وديال الدوري الهولندي كنعملو في التلفزيون. محلل محلل رياضي. اناليز كنعملو دابا. اه ودابا جاتني هذه الفرصه مع المغرب باش مشينا درنا الكورسوس باش نقدروا نكونوا مدربين، والحمد لله انا ان شاء الله غادي نديرها ونشوف شنو نحس براسي الا كنا كنديروا داك الشيء ان شاء الله. ان شاء الله سي كريم بارك الله فيك. ندعو خا اسامه السعيدي. سي اسامه ما ممشي نسن اسامه السعيدي يلعب مقران ايراني المنتخب جن كارير تم قران تبارك الله. زو خرج نفس سقسينا اسامه نخ وين ثومي تكمل الكارير نش دي فوتبول 2019 دا بيك 20 ياك ذوني ذن كارونج هو دي تبنت الشيخ ديني تشتي دي ركبه شتي كفوز واه زي 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 تبنت سبدغ تشما مي زين مالا عاود صيغ دي تشما يقصح سطاس شاني غاس تسبدغ حسن ما حد غنقعد المستقبل نوني واني تشما ان شاء الله ان شاء الله. خصك سي اسامه ما مشتو غزريق تتبعه انه ضابي كيش المدرسه ديال ولا نضيح نجاني مزيان ياك وانتق لا وانتق غشا عاد ودار بغشا حنجا مزيان مزو غاري شروق غاري الاثنين حنجان تيران تشما ولا الاثنين شا غاري شروق تتصل ندار بغور دي حنجان نوني دي ملعب النق باش نمشي نتق مسسقان ايجنسي مسسقان سمازيخت وكالاني خلاص مانجر وكيل اعمال حنجان خو غنغشن 43 لعابا 2 تيران دي ازت القمار شا غنغور نمشي الملعب نتشما نترينا عليه فنديني يلعب النغمه راه خصنا ديران ترينا نمشي ندير غنغ ملعب غنغ الجيم لاصال الجيم شا ديني نتعاون ديني مع حد ولا اثنين ان شاء الله درونا اصلا نجي المستقبل ديال تشما نقدر نعاون ديني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اخو ان شاء الله سي اسامه زي استغاثه في كادت المدرب ان شاء الله ياك ان شاء الله باذن الله. وشينا فرصه الصباح وشينا ما عندنا ان بروبان نور المدرب ديال المغرب ان شاء الله نشين نيراري المنتخب عاود ان شاء الله نعاون المغرب الدوله النغ ما حد نقدر كيس ندير ان شاء الله نسقعد ان شاء الله قاعد نلعب كتاميز قاعد نرخو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بارك الله فيك السي اسامه. واخا عذو خاو مثل محمد بن عمار ربما غاسي مجموعه يسقسيثن زي منايا يتعلق يتسمى ستاج كاين يلعب يقدم من هولندا زي نديت ناربت. تفضل السي محمد. شكرا سي عادل السلامي. تنشيط هذه المستوى اولا نرحب مره اللي كاين غيتفرج ندي اللايف المباشر. طبعا اللايف المباشر اللي يستجبن الاخوان السي كريم الاحمدي لاعب المنتخب الوطني المغربي السابق ولا السي اسامه السعيدي الى جانب السي عبد القادر الدرازي رئيس مؤسسه جمعيه المحترفين في هولندا. استي امز واروني غاري اسقسان السي عبد القادر الدرازي جنتا رئيس مؤسسه المحترفين المغاربه اسقسي السبب زي الدوره اللي دوسين باش دير الدوره كاف برو. الهدف زي دوره الكاف برو عدد الدورات اللي تشارك المؤسسين المحترفين المغاربه ويكلفن يعني التكاليف المصاريف الدبلومه كاف برو. ثاني السبب وهو نمشي نلاحظ بان العاب النغدي اوروبا غاس التجارب تم قرانين نزو التجارب الناس نستفد لذلك نطلب الجامعه. الهدف هو نمشي نغ باش نستفد زي التجارب المعرفه بين الاغلبيه المغربيين في اوروبا. ثاني شحال الدورات الكاف برو في الحقيقه
على حسب من فهمغنش زي الجامعه ذي اثنين دورات، يعني الدوره الاولى ذي السيمانه، الدوره الثانيه اعتقد سيمانه، لان ما كنظنش يمكن قطع، ولكن دروس مكثفه، لان ما يمي، لان بناء على التجارب غاس نغيوذان، بناء على العدد المقابلات ولا المباريات اللي عندي الحياه نسن، بناء على بعض الدبلومات، بناء على تجارب نسن المعرفه نسن شحال يعني شحال المشاركات دين، اما على المستوى الافريقي او على المستوى العالمي، ملاني مريت وحسب على ما اظن اثنين الدورات، ولكن بالنسبه لي غادي المستوى شويه اقل خيال نظني اني يمكن نسجل ثلاث الدورات، هذا الشيء يعني ويجب واضح 100%، ولكن على حسب الاعتقاد ديالوش. شكرا السي عبد القادر. سقسي رختو السي اسامه السعيدي هذا نغي ور انت ممشي يعني يوفاني ممشي يساعدوا الامتحانات كفرو ذا يربط ممشي يعيش تجربه ثانيه. عجبان غير حالة الطاس من زي وشينا نغير فرصة مع حد الناس المغرب نعاون واحد عندنا الدبلوم ان شاء الله باذن الله. ملعب غازندين شن حاجة مقرنت في اوروبا وانا جيد انتي المغرب يقعد سوطاس نشين نقصونا نشين مالا نويد دبلوم ان شاء الله. انا نعاون دي المغرب البلاد المغرب لاني خص مالا نويد نكاف ان شاء الله برو نخدم كيس نديرني نعاون نشين مارا انتي عجبنا غطاس الحال وش نشكا جمال فتحي الرئيس القجع يوشان غير فرصة مقرنة مع حد ان شاء الله ادناوي دبلوم باش نعاود نقدر نعاون المغرب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما مجدنا نتفاهم سي اسامه كلاعبين الجمهور المغربي اكيد اضيف حتى سكني ترجك نيو نتفاهم ان شاء الله مستقبلا. كمدرب السؤال الان سي كريم الاحمدي فين كيشوفوا اللاعبين في العمل كمدربين في المستقبل؟ ما فهمتش مزيان، ما فهمتش السؤال. يعني اللاعبين ديال مؤسسه المحترفين المغاربه بهولندا فين شايفين راسهم انهم يدربوا في المستقبل؟ انا كنظن زعما هذه فرصه كبيره عطاتنا الجامعه القجع اللي عاوننا وجمال فتحي باش عطاونا الفرصه باش نقدروا نوليو ان شاء الله المدربين. انا كنشوف زعما علاش حنا اللاعبين كاين بزاف في اوروبا وفي المغرب كاين بزاف، والمدربين ما كانش شي مره في اوروبا. وان شاء الله حنا دابا عطونا الفرصه باش ان شاء الله نكونوا مدربين، والشباب اللي صغار يقدروا يشوفوا تما ملي يكبروا تما على ما كانوش يوليو كويريين يقدروا يوليو ان شاء الله مدربين. وهذا الشيء اللي بغيت نشوف ان شاء الله حتى في اوروبا في المغرب نقدروا نعاونوا المنتخب اللعابه الصغار، نعطيو لهم الاكسبيرينس اللي كانوا عندنا حنايا مع المنتخب واللي كانوا معنا اللي كنا عندنا في الدوري اوروبا. شكرا السي الاحمدي. نرجعوا للسي عادل السلامي اللي عنده شي اسئله اضافيه دائما في نفس الموضوع. شكرا ثومة محمد بن عمار. بطبيعه الحال خصنا نسقسي السي عبد القادر الدرازي بالنسبه للدبلوم من كاف برو ياك على الصعيد العالمي مين يوزن زعما انت في اوروبا على مستوى الفيفا؟ من فهمغنش ويفا دبلوم ويفا غير مقبول اساس تخدم ديال المغرب، لان يوزدجوا لعاب كاينه فوغاس ويفا يجلوها حتى شي لاعبين غتجا ويفا ولكن الجن بغيتك اسيستنت ديال الوداد ويفا بغيتك اسيستنت عادل رمزي ديال الوداد، ولكن الناس باش تقد اسيستنت المدرب ديال الوداد خصك ويفا تقربض غير كاف لان
المغرب يحسب ويفا ماشي معادله لكاف مم. ولكن جيناس الطريقه زيس بالدرن دبلوم ني ويفا ارينت غاكاف باش تفلغاس الحق ديري الاسيستنت نعادي الرمزي ديال الوداد. معناه ان من نفهم زي الجامعه ان جمال الفتحي نشر خذيت ساعتها دبلومات الكاف ماشي متساويين مع الدبلومات ويفا، ولكن كاين دي التفاوض مع بعضهم بعض تحت اشراف الفيفا باش مستقبلا لعام عامين ديكوان حتى في الدبلوم الكاف الدبلوم الويفا بحال نقول الفرق. يعني ما مش فاهم خاص عبر القضاء ما راش نكسي الكاف برو نكسي الويفا إزما دي سترينا إما دي أوروبا نخدي إفريقيا، يعني كيف رختو ديك ساعتها ما تجي كاف برو. نهضر بالعربيه باش حتى كريم يفهم. مرحبا ماشي مشكل، مرحبا الله يرضي. لان حتى اسامه كيفهم العربيه شويه العربيه يمكن ماشي بزاف ولكن كيفهم. دابا في هذه الساعه الكاف برو كيعطيك الحق باش تريني في افريقيا واسيا، ولكن ما عندكش الحق الكاف برو تريني في اوروبا. العكس هو كذلك، حتى الدبلوم ديال اوروبا في افريقيا ما كيتقبلش، ولذلك هما دابا مع بعضهم بعض كيناقشوا هذا الفرق اللي كاين بيناتهم باش في المستقبل من بعد عام ولا عامين غادي يكونوا دوك الدبلومات كلهم بحال. الا خديتي الكاف برو في المغرب عندك الحق تريني في اوروبا وعندك الحق تريني في العالم كامل، والاخرين كذلك. صافي. لا هذا هو السؤال اللي كنت باغي نقول لك، زعما من بعد ملي غادي يتفقوا ان شاء الله بيناتهم غادي يكون زعما بوسيبل باش كل واحد يجي يدرب هنا ولا لا. هذا هو السؤال. شكرا. سي كريم، بغيت نسولك هذاك ستاج ديال الكاف برو كيفاش داز، شنو كان فيه زعما، واش كان فيه خدمتوا على داك الشيء ديال الفيزيكال تراينين، شنو كيفاش عشتوا داك الشيء، شنو كان؟ الصراحه انا قبل ما مشيت لهذا الكورسوس ديال باش تكون مدرب، صراحه ما كنتش كانت عندي الرغبه بزاف باش نولي مدرب. بحال في هاد 5 ايام اللي دوزنا في الكومبلكس ديال ومع جمال فتحي والكورسوس اللي دوزنا، زعما جاتني الرغبه بزاف باش نولي ان شاء الله مدرب. وشنو بزاف الحوايج اللي ما كنتيش كتفكر فيهم ملي كنتي كوايري سك تفكر فيهم الا بغيتي تكون مدرب. وهاد الحوايج اللي تعلمنا بزاف في هاد 5 ايام، زعما كالفيزيكمون تدرب العيال الصغار العيال الكبار، زعما هذه عاوتاني الفرق بيناتهم الا بغيتي تكون مدرب. وزعما في ديك 5 ايام راه بزاف الحوايج اللي تعلمنا باش تكون مدرب ان شاء الله. في نفس الاطار القريب ما كانش المشكل ديال اللغه مثلا تما، حيت كاين مثلا فورماسيون بالفرنسي ولا بالعربيه، ما كانش مشكل ياك؟ لا كاين واحد عاوتاني ما كيفهمش العربيه، كاين واحد ما كيفهمش الانجليزيه. هاك حنا عاوتاني مع بعضياتنا كنا كنلعبوا مع بعضياتنا، وواحد اللي عنده الانجليزيه مانوا دا كوستا عنده الانجليزيه، حنا ما عندناش الفرنساويه. شي واحد اللي كيقول شي حاجه بالفرنساويه عاوتاني كيرد لنا عاوتاني هو بالانجليزيه. زعما الحمد لله دوزنا داك الشيء مزيان وعاوننا بعضياتنا تما. يعني المهم هو كلشي استفد في هذاك الترينين. لا ضروري الحمد لله. نضيف واحد النقطه سي عادل. تفضل سي عبد القادر، تفضل. خداو دروس عمليه يعني تطبيقيه، وخداو دروس يعني براتيك وتيوري بجوج. لان يعني ماشي الا خديتي غير واحد. وثانيا اللي هو مهم في هذا الكورسوس اللي عجبني انا، وهو واحد كيتعلم من واحد التجارب ديالو لواحد اخر، باش واحد كيتعلم شويه من الاخر، يعني اللي ما عندكش يمكن راه عند واحد اخر كتاخذو من عنده. واللي كانت مزيانه في هذا الكورسوس كانوا بزاف اللعابه اللي عندهم الويفا على عندهم تجربه في كل شيء، هما عاونونا عاوتاني بزاف. كاين البخاري هو مساعد ديال سبارتا روتردام، كاين باكاتي، كاين بزاف اللعابه اللي
اللي عندهم الاكسبيرينس في هذا الشيء، وما عاونونا عاوتاني حنايا اللي عمرنا ما درنا هذا الشيء. هذه الاولى مره باش بدينا بهذا ستاج. تبارك الله. يعني السي سعيد حتى هو كنا كنتمناو يكون معنا ان شاء الله باش يهضر لنا على الاكسبيرينس ديالو. بطبيعه الحال كان مساعد يمكن هو غادي مدير معاه. ان شاء الله يكون معنا ان شاء الله اليوم. يمكن غادي تضيف. واخا ان شاء الله سي عبد القادر بارك الله فيك. سي اسامه السعيدي اش تسقسي خنا سقسي اسكي كريم الاحمدي ذي ترينين نيت جيم ذي ستاج نيت جيم ذي نتيت ناربط ما مشي عذو منايني من ترمذام يعني شكتو غاك ديجا اكسبيرينس نش توش ذا العاب من تاني ذي منايا من ديج دي ماني جديد. تلمذ كلشي مش تبقى هذاك حنجانا مزيانا، مش تبقى هذاك حنجانا مقرانا، مش تيشت ترينينغ ذي بارا، مش تصور ذاك لعابن، شنا لعاب زعما تفضي جروب يجن وزعما تفضي جروب يخص تسقد سقان واحد يجن كيجن ما عنده توري واش تقصر حال دقني توري ذا تكتيك الدفاع باش تدافع باش تير الاتاك نرمي اطاس فيسيك باش تلقى فيسيك توري ذا نرمي اطاس دي 5 ايام منين مشينا عبد الكريم الاحمدي نرمي اطاس حوايج واحد السن قبل ما حدا ندارب السن دي تشما كلشي ماشي داري باش نحش المغنى الحمد لله فرصه قرنت وشينا نقط نتعلم ذي 5 ايام الطاس. تبارك الله. نرجع عند السي كريم الاحمدي غير التجربه ديالك الكرويه لعبتي في هولندا تبارك الله ما شاء الله خديتي جولدن تشوز في 2017 مع ياك كسي كريم. بغيت غير تعطيني الفرق بين الكره في افريقيا والكره مثلا في هولندا. غناخذوا هولندا بحال اكزامبل. مثلا في افريقيا الكره كتعتمد بزاف على الفيزيكال سترينث مثلا وفي هولندا بحال كنسميو هولندا التوتال فوتبول البلاد ديال التوتال فوتبول ديال يوهان كرويف. كنظن فيزيك مو ديال الافريك اكثر من ديال هولندا. والكره في هولندا دائما في الارض وفي الافريك لا تكون حتى شي مرات في السماء. زعماك هذه الفرق بين الافريك وهولندا. كنظن فيزيك مو ديال الافريك وحتى الارضيه عاوتاني ملي كتلعب دابا في شي بلاد كتشوف الارضيه ما تكونش مزيان وفي اوروبا كتكون دائما الارضيه كتكون مزيانه احسن من في الافريك. بحال دابا انا شفت حتى الافريك ولا كيتحسن بزاف في المغرب صراحه الارضيه دائما مزيانين. والحمد لله حتى الكره دابا في الافريك ولا تحسن بزاف. اللعابه دابا اللي لاعبين في الافريك كاملين لاعبين في اوروبا ما بقاتش بزاف لي تاكل. دابا كاين الفار زعما كادو بزاف د الحوايج تحسنوا في الافريك زعما. يعني بالنسبه لك انت لعبتيه هنا ولا هي يعني لعبتي بجوج بلايص كتشوف بان حتى الافريك عندها بوتنشال زعما تكون مزيان في المستقبل ان شاء الله؟ لا ضروري. انت شفتوا دابا هي بالمغرب اش دارت في الكاس العالم زعما حتى الافريك ولاو يتحسنوا. شفتوا السينغال الكوت ديفوار عندهم فرقه مزيانه. زعما الكره الافريقيه المغرب عطات دابا في الكاس العالم عطات شي حاجه الافريك كامله. زعما الا كنتوا تلعبوا تكتيك مو مزيان تقدروا تربحوا بزاف الماتشات. والمغرب دابا ورات الافريك كامل ورات لهم هلا كنتي لعبتي كيف حال الفرقه مجموع وتقدر زعما تمشي بعيد في الكاس العالم. هذه المشكل بزاف في الافريك. كنا دائما كنلعبوا مفتوحين وكلشي كيلعب راسو. والركراكي دار شي حاجه في هذا الكاس العالم خلى دابا الفرقه تكون مجموعه. انت شفتي دابا اول فرقه في العالم في الافريك اللي دارت اللعب اللي دارت المغرب وتشوف كيف شحال مشات بعيد. وهذه زعما حتى الفراكي بزاف دابا في الافريك راه شافوا شنو داروا المغرب وزعما حتى هما يقدروا يديروا في الكاس العالم اللي ماجي يديروا نفس الشيء. كلشي دابا ولا عنده الثقه حتى هو باش يمشي كما دار المغرب في كاس العالم.
ضروري ضروري. والمغرب بينت زعما كان لعبتي كي كان فرقه وقلب واحد وكلشي مع بعضكم تقدر تمشي بعيد. شكرا السي كريم. نرجع عند السي عبد القادر الدرازي. بغيت نسولك السي عبد القادر، مؤخرا شفنا واحد الموجه ديال المدربين المغاربه اللي ولاو كينجحوا. مثلا نبداو بوليد الركراكي اللي هو مدرب ديال المنتخب الوطني، شفنا شنو دار في قطر. ندوزو عند السي الحسين عموته اللي هو حتى هو مدرب كبير، كان دار خدا الاخر مع المنتخب الوطني كاس الافريقيا المحليين مع المنتخب الوطني المحلي، ودار واحد الانجاز تاريخي مع الاردن وصل معاهم النهائي ديال كاس اسيا. كذلك بالمقابل كاين السي جمال السلام اللي ولا بلاصتو دابا كمدرب ديال منتخب الاردن، والسي بدو الزكي اللي هو مدرب ديال النيجر. يعني واحد الموجه جديده ديال المدربين المغاربه اللي ولاو كينجحوا دابا. واش يعني نقدروا نقولوا بان المحترفين السابقين المغاربه اللي ولاو كيديروا ديبلومات حتى هما يمشيو في نفس الطريق ان شاء الله؟ طبعا طبعا. شوف غير الى خديتي مثلا من اوروبا، في بoston خوليت وريكارد كانوا في الوقت ديالهم احسن لاعبين، ولكن النهار اللي مشاو للميدان باش يديروا مدرب ما نجحوش. ولكن كاين تما في هولندا اللي نجحوا ما عندهمش ذاك المستوى اللي كان عند هاد الثلاثه اللي ذكرت دابا، مثلا في الخال ولا المدربين الاخرين. هذا الشيء كيوقع حتى في المغرب، ماشي غير اللي يلعب الكره مزيان هو اللي كينجح مدرب. كاين بعض اللعابه ما لعبوش الكره في مستوى عالي ولكن في التدريب كينجحوا. لان علاش؟ لان كل واحد والموهبه ديالو، كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد فهمتي. انا كنظن بهذه الخبره ديال هاد اللاعبين اللي عندنا دابا في اوروبا الحمد لله كلهم لعبوا في مستويات عاليه جدا. كنظن الخزان ديال المدربين في المغرب غادي يتعزز بواحد الطريقه رائعه جدا. وكنظن هذا هو السبب اللي جعل الجامعه الملكيه لكره القدم كتشجع هاد اللاعبين القدماء باش يجيو ياخذوا المدربين. وعلى حسب اللي فهمت انا زعما هاد الدراري دابا هاد المجموعه اللي جات هاد المره للمغرب من المانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا، الى كملوا الدروس ديالهم التكوينيه انا مأكد بان 80% ولا 90% منهم غادي يخدموا في المغرب، لان الاجواء في المغرب تغيرت. ما بقاش داك الشيء اللي كان عندنا شحال هذه، المدرب يتخلص مره ما يتخلصش والمشاكل والصداع. دابا الحمد لله الكره المغربيه تطورت، وكنظن زعما الاغلبيه ديال هاد الشباب اللي جاوا في هذه المجموعه غادي يكون عندهم مستقبل زاهر ان شاء الله في المغرب. ان شاء الله. كما قلت السي عبد القادر، بالنسبه للمشاكل اللي كانوا عند المدربين ولا حتى عند اللعابه، كانوا المشاكل ان اللعاب ما كيدخلش. دابا هادشي ما بقاش حيت ولا كونترا بروفيسيونال. دابا شي واحد ما تخلصش يمشي للفيفا ولا يمشي للطاس ولا يعني ما بقاوش هاد المشاكل. واحد السؤال السي عبد القادر بغيت نسولو، غادي نسولو حتى السي الكريم والسي اسامه السعيدي، هو على الكومبلكس ديال محمد السادس. كيفاش لقيتوا داك الكومبلكس؟ شنو شفتوا فيه؟ واش كيشبه لهذيك الانفراستركتور ديال اوروبا؟ كيفاش لقيتوا داك المركب؟ سير كريم. انا بصراحه لا انا لا الراي ديالي انا مازال ما شفت شي مجمع رياضي مازال ما شفتوش في اوروبا بهذه الطريقه اللي شفت المغرب بصراحه. يعني واحد الشيء اش غنقول لك، بالنسبه لي انا مشيت سبورت كومبلكس شفت اياكس، ولكن ما عندهمش حتى اياكس ما عندهمش هذا الشيء اللي عندنا تبارك الله في المغرب. وهذا الشيء كيفرح وكيشجع المواهب المغربيه بحال هذه المجموعات ديالنا اللي كاينه اللي جات تاخذ هذه الدروس، كيشجعهم باش يعطيو اكثر من داكشي اللي عندهم وباش يخدموا في المغرب. خصوصا هو ان الاكاديميه ديال محمد السادس كاينه تما في هذاك المركز، كيتدربوا تما اللعابه تما كيباتوا كيبقاو تما. الاكاديميه ديال محمد السادس قربتوا تشوفوهم دوك اللعابه؟ شفتوهم؟ نعم انا شفتهم في ديسمبر، لان كنت جيت مع واحد الفرقه ديال الشباب تحت 17 عام، واحد المنتخب ديال الشباب تحت 17 عام. حتى اسامه السعيدي جا معنا، كان هو المدرب ديالهم. تبارك الله. ولعبنا مع اللعابه ديال اكاديميه محمد السادس اللي هما اقل من 16 عام. زعما اش غنقول لك الصراحه، انا نقول غير شابو لهذيك الاكاديميه. هذوك الدراري اللي شفنا اللي عندهم 16 عام، الا خديتي اي واحد منهم وحطيتيه في بريمير الفرقه الاولى ديال اياكس ولا ديال فاينورد يجيب بلاصتو معاهم. زعما الصراحه كيترينيو 2 المرات في النهار، كيترينيو في الصباح وفي العشيه، وكيترينيو يوميا. يعني الى كل شهر كيترينيو فيه 60 مره.
يعني مازال ما شفت شي نادي في اوروبا كيترينيو في الصباح وفي العشيه 7 ايام. يعني 7 ايام معناها انك راه غير كتريني وصافي، هذيك هي اللي كدير. صحيح. وصراحه زعما شي حاجه واعره. زعما وشفنا حتى مجموعه من اللعابه اللي خرجوا من تما، يوسف نصيري، نايف اجرد، وناحي، هادو كاملين اللعابه ديال الاكاديميه، وعبقار حتى هو اللي ولا دابا مدافع. هادو كاملين اللعابه خرجوا من الاكاديميه. وغادي يخرج منها اكثر من داك الشيء في المستقبل، لان دابا عاود عطاوه اهتمام اكثر لهاد الاكاديميه وفيها مدربين اجانب، مدربين مغاربه، ومدربين مغاربه جاوا من هولندا. فهمتيني يعني المستوى ديال التدريب طلع، المستوى ديال الكره طلع. وانا كان زعما بصراحه هو اكاديميه محمد السادس ما كايناش في المجمع الرياضي ديال محمد السادس لكره القدم، كاين شويه على جنبه. ولكن نعم. تبارك الله عليهم، الانفراستركتور، البنيه التحتيه ديال هذا المجمع الرياضي محمد السادس زعما انا ما شفتوش في اوروبا. تبارك الله. انا ما سي شفتوش. كريم، سي كريم، السؤال ليك على هذا الكومبلكس ديال محمد السادس، نفس السؤال اللي طرحت على السي عبد القادر، كيفاش شفتي هذاك الكومبلكس؟ بصراحة أنا كنت تما في قبل ما مشينا لكأس العالم في روسيا، كنت تما. كان ديك الساعات كملوا هي واحد الأوتيل اللعابة، والأرضية واحدة كنا كنترينيو فيها. بحق أغلبية ما شفتهاش مني باقي ما كملوهاش. وهذه عاوتاني المرة باش مشيت للمغرب دابا مع هذا الكورسوس، شفت كل شيء مكمل، وزعما شي حاجه كبيره. انا شفت في هولندا ما كاينش شي حاجه اللي شفتها كيف حال الكومبلكس في الرباط. بحال في استون فيلا عاوتاني عندها حتى هي الكومبلكس مزيان. بحال انا كنقول زعما باش تشوف الانفراستركتور شحال مهم باش حتى اللعب يتحسن. دابا شفتوا آه. شحال د اللعابه صغار طالعين دابا مزيانين، الفرقه الاولى طالعه مزيانين. كلشي بالانفراستركتور. باش الا مشيتي شي بلاصه قبل ملي كنا احنا لاعبين في المنتخب، الا مشيتي شي بلاصه ما حتى شي تفكر هذا واش مزيان، هذا الارضيه ماشي مزيانه، هذا الماكله ماشي مزيان. دابا اللعابه يمشيو تما مرتاحين، ما يفكروا في حتى حاجه، يفكروا غير في الكره. ما عندهم لا اكسكيوز لا والو. هذه اللي مهم باش تشوف حتى الكره كتحسن. هلا كانت الانفراستركتور مزيان حتى الكره غادي تتحسن. بطبيعه الحال، سورتو عندهم واحد البروغرام تما سميتو ايدوكيشن اند سبورت، يعني القرايه والرياضه بجوج. وقيله هذاك هو حتى اللي فار هي عندها نفس الشيء ياك، حيت حنا كنا تقريبا كاع كنشوفوا. اللي يجي اكاديميات عندهم، نعم. كامل مزيانه هذيك، الاكاديميات مزيان. كيقريوهم ونفس الوقت كيعلموا ليهم الكره نفس لا الوقت. مزيان هذا الشيء والله. اكاديميه محمد السادس لكره القدم، ملي مشينا لعندهم اسامه كان معنا في ديسمبر. قالوا لنا عندهم اطفال تما من سن 12 عام حتى 17، ملي كيوصل 17 صافي كيبيعوه، اما الرجاء اما الوداد اما المده من 12 حتى 17 كيرجعوه بويري. وكنت بغيت نقول شي حاجه نسيت بغيت نقول. المهم النقطه اللي كنت بغيت نقول بعد غادي تجيو ديك الساعه نقولها. اكاديميه محمد السادس خيار. كنت كتهضر على شنو الامكانيات اللي عندهم تما. عندهم مدرسه، عندهم اطباء، عندهم الترويض، عندهم المسجد، عندهم المبيت، عندهم الاكل، عندهم حتى بسيكولوج، يعني بسيكولوج طبيب نفسي اللي كيساعدهم اللي عندهم مشاكل. يعني عندهم كل شيء، زعما غير اللي ما بغاش يولي مارادونا ولا اللي ما بغاش يولي يوهان كراف. يعني كلشي موجود. شكرا السي عبد القادر. سي اسامه، اش نسقسي نفسي سقسي غير كريم السي عبد القادر، ما مشتو في ذا مشى المركز النيم محمد السادس، ما مشيش ديبان. قد نيت نشي عجبية تص الحر تصن فرقة جيغ دي إيراغ دي تشما بروفيشنال مش ما سوزرغ على يجن أكوموداتسيا مثنتي يجن نلعب الصباح عجبان غطاس لا بيسين هوتيل ريستورانت
بادل من تقصد فوتشال أقدين مما تقصد أقاد نغازين وين ما تقصد تقد يجسم وسخي ذات كاوت دي كولينغ البرد. البرد هذاك ديال البرد الساونا ياكوزي كلشي عندهم تما شي حاجه واعره بزاف. عجبنا غطاس نتمنى ان شاء الله سيري ديال المغرب ان شاء الله ديال مارسين قدام، ونتمنى غاخيريش ندير النظر هذا الشيء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ما غال ان شاء الله خصها غنمشي حاجه ديال النظر. هذا الشيء. السي محمد بن نعمان ما غاكش الاسئله الاخوان. سمح لي خويا عادل، انا غزا السي عبد الوهاب بن خداقي كاع عندك كاين والسلام غلي غلا. السي عبد الوهاب مرحبا بك، سيري دار خياك. بارك الله فيك. نعم سيري غاوب. نعم ايش نهضم قران. مرحبا بك سبور شكا نرمل حفزك دي سبور نادور شكل بدا قشا كيدنا. تفضل السي عبد الوهاب. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. الحمد لله بارك الله فيك. تو غير سقسيت انت السي عبد القادر السي اسامه السي كريم تو سقسيت نخصتا جني تسعدهم ذي عربات خكاف برو من زعما دختيني السي عبد الوهاب ديجا وضربي غاك الوفاء ياك دبلوم الوفاء ياك ما مشتو في فورماسيون اللي تسعدهم مدينه ناربط مقارنه بين تسعدهم مثلا دي اوروبا. هو اولا تذكير منا الاخوان السي كريم السي سعيد السي اسامه سعيدي الاخ الكريم السعد قادر تذكير بان اولا الملاعب غادي التجهيزات كاين سوي تما كاين اللي راهن اشاره اللاعبين المدربين الاطر زعما قد المستوى العالي تما يجب الحاج تصبح فوارتي الطاس زعما للمستوى. حتى التنظيم غاسن يخص يتحسن شويه التنظيم هذا يحسن شويه. مشى بالنسبه عامه اكسترا اوردينير مزيان بزاف. نمشي نترجى هاديري غير 4 نوني ديال اقليم الناظور. نتمنى حتى السؤال اللي تخصش تسقسي خاصي بن خداد هذا السؤال. ربما كيستعدوا الدبلومات دي اوروبا خذ روح تزريد مثلا الكومبلكس ديال عربات نمشي مثلا ندير النظاقه واش المدرب الهلال تزريد مثلا من غير خديت ندير واش ديال العاب ذا من داخل تخص ندير النظام باش غيرين نشي غيري مثلا مركب رياضي يجي جمهور تسمى زعما سنين نشري دي سيران الفروق المحليه مثلا زيد تجربه انت مش توارث. هو نخرج على حسب التجربه يزريغ ديال النظام. الثقافه الرياضيه تنقص دنيا الطاس الثقافه اللاجع يعني البني واستمي بها الرياضه ثم حتى يوضع يتحن غير الرياضه واسنبوشن طريقه العمل خريطه العمل باش نخدمن زكمزوا راه نقالو تما شومي وميروح غاستنا الهلال وفاش يجي العالم من المغرب المدرب يقوا غاش نجيت اللاعب نقوا غاش نجيت وذين بو الانضباط وذين بو تواصل المدرب اك الكوميتي تاع ديني تما ما شاء الله تما تسندنها بارتي دواها فهمت يعني الثقافه الرياضيه الثقافه الاحترافيه باش تسمى الفريق هذاك يجي برنامج للعمل باش الفريق النادي قاعد كل عام هذه تقعد الحميد غا بريمير ديفيسيون هذا مزوالو خمني تيبو غياود غا سيغوندا ني غا بريميرا غاس خدمني الدوله بزاف خاص تلقى الملعب لابد ديال خميتي ليكيبو تيرا ديال الاقسام العليا الخو تما بارابور النظام الشين اخمي اقنق شويت مهمولين لا الملاعب واتجين تما ودين بوش الالتفاته دي زي الحكومه اللي غزكيو ثاني جان دي حتى للتكريم مثلا هلال الناظور جين ديجو لعاب قناص خينطو مثلا جين البكاي جين يلعب نتاع الروبيو مثلا يرا 20 سنه الملاعب الفتح تجد مثلا بالنعمق الدوري يعني ودين ديج الالتفاته باش السنين او نكرم يجنزي مدينه الناظور نهلا بكرم بالخدام ماشي ولا بد بالخدام باش هادي يلعبني الزاني بالخدام يعني تمتن بصمت على صمت فهمت دي النقطه هي ما تكون خدام شاني خيش نحاجت توصل بانه مثلا ثنديه النظام تدير ملفات التنظيم المونديال مره مثلا 2006 2010 فهمت ولكن تو غاديش نملع بانه ديال النظام ماشي واحد يكمل ما باش توريش النقطه ثانيه هو رخونشين ما نترغ المسؤوليه الاولى اعيان المدينه الناظور بما فيهم مار الاعيان المدينه الناظور اخمي
اقاث من عن تنشان الجني من عيثن وتقنوج نحاش يعني قيجات قيم من دين النظر ديال جراسن ما تعقل اخت حاجه من الحاج مصطفى الله يرحمه رحمه الله الى مجارا وموها فهمت نمشي معاك غنغيره ثروه النظر غنغيره اللي كنبدر اتري نجمع اتري نمون حماس قاعد كيبوني غا بريمير ديفيسيون ثم ادناوي الملعب من حقنا كشعب مغربي يعيش في مدينه الناظور من حقه غاسيري ملعب ماشا يخصنا نخدم الملفات ونخدم بو سوا وارد يقول دي فيسبوك ني غامو باش نسواركو يخصنا الملف هذه يخدم شوا غادمس ثم نشتي مثلا غنغيودان بولا لازم خدمات المخزن ماني رجع بولا تناف ماشي المشكل نتوما الميزانيه غنحق يودان تسمى البرلمانيون الدفع عن الميزانيه باش تسريغ بها الميزانيه قا موجوده تسريغ ماشا ما مشاش قاغنش دقا يخصص نقل الملف اخو مثلا الاخوان اللعابه هولندا ايمازيغن اقش خون موندانيتا ربما اك استختين اك المؤسسه يتجر خون البرو ربما اك العلاقه يغاسن اك القجاع اك الفتحي جمال اك يوذان يتجان دي الجيش الملكي مثلا ديال يوذان تسمى سجم الخافي وخاصه السينر السنيسم ربما التواصل اك يوذانا ربما نستنهج الميل فني حما نستاس حما دنا يفور به الى الناظور اي الى مدينه الناظور. بارك الله فيك السي بالخدا. نفس السؤال العقب خاصي عبد القادر الدرازي قنتيتو غيتجانا التصوى السنشا بانه خيره الفريق الاولين فتح الناظور ياك السي عبد القادر يعني غا كيش الدرايه اللهم بارك شراء متوسط نهار برشلونه ماشي الفتح صحيح ندير يعني غا ما مش سقسي سقسيه السي عبد القادر اسمح لي قطعه تفضل السي عرفت باش المتابعين ويفهمني مزيغ تسنن من السواد مرحبا ماشي مشكل مرحبا الله يهديك مرحبا ان الحمد لله كريم فهمت عرفت السي بالخدا وسمحت انت يفهم مليح فهم عاود السؤال نيغاش ما مش سقسيه يعني غا كيش النظره شويه تخشم مازيد ندير الاقليم النظام اللي عارفه ملي كمل غا كيش المشكل البنيات التحتيه يعني شفتوا غاسكيز ديجا ثاني تاتين زريت يعني من داخل الجن شي نهار وانا مثلا غا خير مثلا غاج المركب ذا مزيان ديال النظام مثلا اللي يستوعب الفرق المحليه يتجا ايوا من شايني مع الاسف الشديد قاسي بن خداين ينادي بعض الاسباب اسمح لي كنت قلت لك غادي نهضر معاك بالعربيه تفضل سي خالد حتى انا كنشوف بان اقليم الناظور في الحقيقه كتنقصوا المنشآت الرياضيه اكزاكت الملاعب كينقصوا الملاعب كينقصوا الناس اللي ما نعرفش شنو نقول لك لان حتى كرة القدم في الاقليم ديالنا من نهار اللي خلقت انا وانا كنعرف المستوى ديالها ما تبدل صحيح باقي هو هذاك تقريبا يعني كنلعبوا غير في الهوال واحد المره طلع الهلال واحد العام ولا عامين ولا ما عقلتش شحال ورجع عاود صافي كيخصنا الناس اللي هما نزهاء يكونوا بعد اول وقبل كل شيء نزهاء ويكونوا رياضيين كيبغيو كرة القدم ويكونوا غيورين على اقليم الناظور لان لما فيكش الغيره على الاقليم ديالك وعلى البلاد ديالك ما تقدر دير حتى شي حاجه. وانا كنظن دابا الحمد لله بداو كيكثروا الفرق عندنا في الاقليم هذاك الشيء كيبشر بالخير والحمد لله اللي كيبشر كذلك بالخير وهو ان اغلب المحترفين اللي عندنا في اوروبا اصلهم من منطقه الناظور دريوش الحسيمه كاينين طبعا اقاليم اخرى ولكن الاغلبيه هادشي كيعرفوا الجميع الاغلبيه ديال المحترفين اللي عندنا في اوروبا الاصل ديالهم امازيغي اما صحيح منطقه اما منطقه سوس اما فهمتيني وهذا الشيء كيفرح ربما كنقول ربما في المستقبل الى ساعدنا الله تبارك وتعالى نقدروا هذه المجموعه ديال المواهب المغربيه اللي اصلها من هذه المنطقه الشمال كلها من الناظور حتى لطنجه ولا حتى للقصر الكبير كما قال احمد هذه منطقه الشمال كلها خصها يعني تقدم شويه في كره القدم ان شاء الله خصوصا وان دابا كره القدم هي واحد العجله كتحرك العجله الاقتصاديه ما بقاتش زعما كتلعب في التيران وصافي يعني العجله الاقتصاديه كتحرك معاها بحال كما شفنا باسبانيا ملي كان عندها ازمه اقتصاديه كان الكلاسيكو كيتلعب 4 ولا 6 المرات في العام
باش كيدخل الاموال. اكزاكت. وفعلا راه دابا حتى في المجمع الرياضي اللي كنا فيه كنشوف واحد العدد الناس كيخدموا تما، هذاك الشيء راه رائع لان كتخلق فرص العمل. من الرياضه كتخلق واحد العدد ديال فرص العمل، ها اللي كيقابل المطاعم، اللي كيقابل النظافه، اللي كيقابل لي جاردان، الحدائق والاشجار، اللي المهم فرص العمل موجوده الحمد لله. وهذا الشيء كامل كيرجع، الشكر كامل كيرجع لهذه الرياضه، لان لو كان ما كانتش تما رياضه ما غاديش تخلق ديك فرص العمل لهذاك العدد ديال الناس. صحيح. سي محمد بن عمار، الا عندك شي سؤال ولا شي تدخل تفضل. شكرا سي عادل. دائما نفس الموضوع الملعب غادي جوج قصيده مزيان سي اسامه السعيدي المحترفين مغربيين تيران هولندا ما كان شومه يعني خزان عونن ني غادي شن الاستمارات هذا شن الطلب مثلا مثلا لفوزي القجع هذا يستورن بلا ثاندين النظا خصيت يجي الملعب ولو غايج الملعب ضم مزيان تما يليق التاريخ ثندين تام مشي الناس درازي انه ثندين نهار ديال الوقت الحالي كان التصميم يسمعون يلعب المنتخب الوطني المغربي وتجيبون نهار انما يعني الاجيال المارة يعدون غادي نثاو النضاي وخاط خرق الجروبا ولكن تغيما الاصل نزل النضا السي اسامه نتقي زرا الملعب النضا يوزدغاس واش السي اسامه وني ملعب يليق زعما سنديت النضا اني موت كام اتقمش المبادره حما ان شاء الله ديري الملعب الصباحي النضا انا غزان ان شاء الله مشينا درازي و ان شاء الله نغزان مالا غادي نعاود نغزان السور مالا خصني ديك الملعب ديال نادوري ان شاء الله ما غالا ولا نثني خاصتنا ان شاء الله حتى جندي ملعب ما حد ولا نثني قاعد ان شاء الله. انا غزان ان شاء الله نحاولوا جميع مرة انا غزان ما جمع القنشن حاج ديني ان شاء الله. شكرا سي اسامه. واحد السؤال للسي كريم الحديد ماشي سؤال اكيد ان السي كريم الاصول ديالهم مقصر كبير ولكن احنا كلنا مغاربه واش السي كريم خصوصا محترفين في هولندا انكم اكيد ان عندك بزاف ديال الاصدقاء من هذه المنطقه ديال الناظور ومنطقه ريف خصوصا نهار السي اسامه تجيو تلعبوا شي ماتش هكا في مدينه الناظور مثلا اصدقاء السعيدي ولا اصدقاء والناس ديال الناظور طبعا بغاو يشوفوا المحترفين اللي لعبوا مع المنتخب الوطني المغربي هنا في المدينه ديالنا. لا ضروري ان شاء الله. انا كنظن ان شاء الله على قدرنا نديروا هاد ماروك بروفس نقدروا ان شاء الله نديروا مع اللاعبين اللي كانوا كاملين لاعبين هنا في هولندا ان شاء الله نقدروا نجيو حتى نناظروا نلعبوا شي ماتش تما ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله. شكرا. والزغاري جو سقسيتك السي عبد القادر الرازي رئيس مؤسسه المحترفين المغاربه ديال هولندا لا مزوار مش توصل الفكره هي من تاسيس مؤسسه المحترفين المغاربه ديال هولندا لانه ضابي الاولى من نوعها هذه لاوروبا. الهدف ديال المؤسسه هي مرمي تاسس المؤسسه غادي نهضر بالعربيه باش نعمل الفائده. مؤسسه المحترفين المغاربه في هولندا فكرنا فيها في 2001 فكرنا فيها العالمي احناش يمكن كتسمع عليه حتى هو لعب محترف شي 12 عام في هولندا ولعب واحد جوج ولا ثلاثه المرات في المنتخب المغربي فقط. كانوا مقابلات اللي لعب ولا مباريات اللي لعب كانوا مباريات وديه ولكن في هولندا لعب 12 عام ولا 13 عام ديال الاحتراف. المهم بيني وبينه خلقت هذه الفكره وقلنا غادي نديروا هذه المؤسسه
علاش؟ لان فكرنا بان اولا باش تجمع المحترفين كلهم مع بعضهم بعض تلعب بهم مباراه ضد واحد الفريق مرموق ومعروف هولندا بحال اجاكس، راها شي حاجه كبيره. واتفقنا باش نديروا هذا الشيء، وتاسست المؤسسه ديالنا تاسست في نوفمبر 5 نوفمبر 2001 في امستردام. من بعد دخلنا معنا بعض الاخوان اللي كنا كنعرفوهم، دخلناهم معنا في المكتب. الاول بدينا بثلاثه، كنا 5 بينا. من بعد وقع الزلزال في الحسيمه في 2004. ايوا هذيك هي المناسبه اللي قلنا هذه المؤسسه ديالنا خصنا نديروا بها شي حاجه خصوصا الزلزال، ودرنا مباراه وديه ولا خيريه ضد اجاكس امستردام. وتبارك الله دخل واحد العدد ديال الجمهور، ودخلنا مبلغ ديال 213 ألف اورو، يعني 213 مليون ديالنا باش نعاونوا بها الحسيمه. خلصنا الملعب ديال ارينا، لان الملعب ماشي ديال اجاكس وانما ديال الاداره ديال ارينا. كرينا غير الطبقه الاولى 65 مليون، غير الطبقه الاولى، لان ارينا عنده 3 طبقات. ولكن ما عندك ما دير، لان هذاك هو الثمن اللي طلبونا، ما قدروش نشطروا معاهم، لان احنا بغينا نخلصوهم ويشيط البركه. وهذاك الشيء اللي وقع. من 213 ألف اورو اللي دخلنا، واتفقنا مع اجاكس من مور الشوط الاول يديروا ذاك المبلغ اللي دخل، لانه هما اللي تكلفوا بالتذاكير، هما اللي تكلفوا بكل شيء. احنا غير جينا لعبنا فقط، جبنا اللعابه ديالنا ديال هولندا كلهم لعبوا، واتفقنا معهم من مور الشوط الاول يديروا في الشاشه الكبيره اللي كيبينوا فيها اللقطات ديال كره القدم. في ديك الشاشه يقولوا شحال الفلوس اللي دخلنا في ذاك المقابله. وفعلا هذاك الشيء دار، نكونوا نزيهين، ما بغيناش الناس يشكوا فينا ولا يفكروا شي حاجه علينا. قلنا لهم داك الشيء اللي دخل خصو يبان في الشاشه باش يعرفوا الجميع ويشوفوا الجميع. وهكا خلقت هذه الفكره. وقلنا الهدف ديال المؤسسه هو كنا بغينا كل عام نجمعوا المحترفين ونلعبوا مقابله خيريه باش نعاونوا بها شي حاجه في المغرب. ماشي غير في النهار ديال الزلزال، راه كاين جمعيات خيريه في المغرب، كاين المعاقين، كاين الجمعيات اللي كتعاون اليتامى والارامل، كاين المهم كاين واحد العدد ديال الفئات اللي هي كتحتاج المعاونه في المغرب. ربما انديه رياضيه، كاين الانديه الرياضيه اللي كيبغيو يلعبوا الكره ما عندهم حتى باش يشريوا الكره مثلا، ولا ما عندهمش باش يشريوا الماتريال ديال الكره. فكرنا قلنا نبقاو زعما كل مره نلعبوا واحد المقابله خيريه ونجمعوا فيها نصيب الفلوس ونعاونوا شي حاجه في المغرب. ولكن اللي وقع لنا مع الاسف الشديد هو ان عندنا بعض الشباب في هولندا الله يهديهم، واحد 300 ولا 400 ولا 500 شاب، فوقاش ملعب المنتخب الهولندي مع المنتخب المغربي كيدخلوا لنا في التيران وكيهرسوا لنا المقابلات. تقريبا شي 15 مره ولا 13 مره في هولندا، وفرضت علينا الجامعه الملكيه الهولنديه باش ما نلعبوش مع المنتخب ولا مع اي فرقه في هولندا لمده 5 سنين. ملي داز داك مسموح نلعبوا، ولكن ولينا كنخافوا من دوك الشباب اللي فيهم الشغب، كيديروا لنا الشغب. راه شفت غير دابا، انا شفت هذا الاسبوع غير في النهضور مشاو الدراري هرسوا الكار ديال الفتح، ويلا هذاك الكار يلاه جابوه المغاربه من بلجيكا وعطاوه كادو للفتح ديال الناظور، ومشاو الشباب هرسوه ليهم كاملين. هذا هو المشكل اللي كنعانيو به، ماشي غير في المغرب حتى في اوروبا. ولو كان ماشي داك الشغب اللي كيوقع لنا في الملاعب، كنا كل عام كنديروا مقابله خيريه وكنجمعوا نصيب الفلوس وكنعاونوا به الناس في المغرب في مختلف الميادين. ولكن مع الاسف هذا هو السبب اللي جعلنا ما كنديروش مقابلات خيريه بزاف في هولندا. شكرا سي عبد القادر. ربما ان شاء الله مستقبلا، لما لا دابا يعني تفتح واحد الخط مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، تقدر هذه المباريات هذه تدار هنايا في المغرب، لان اليوم شفنا بنيه تحتيه في المغرب، شفنا الامور في المستوى تقدر انه تنجح هذه المباريات واخا تكون يعني في الحجم الكبير. اخر سؤال في هذا الموضوع ديال المؤسسات المحترفين المغاربه. خويا بن عمر، قبل غا نعرف زي الموضوع خص غتسقسي السي عبد القادر الدرازي. الفكره هي ديالنا تنظيم المباريات الوديه
بودا زيسن سيودي جن ميساج في الموضوع اللي توا قبل الموضوع الملعب مي مو تجيج زعما باسم المؤسسه ما تجيج المباراه وديه دي هنديت النهار يسيري المحترفين يجي هولندا مثلا ولا كيس قدماء لاعبين الهلال بالفتح مثلا باش باتينا ديسيجن دعوه علنيه الى المؤسسه تيجان دي اقليم النظام اللي غادي المسؤولين البرلمانيين ايغان غادي دي هنديت يجن الدعوه باش هذا غيكون يجن فوربو دي هنديت النظام وديال الموضوع بعدا كي غادي تا اسامه السعيدي قبويا فاورا تاتو غاسقع فوربو يعني غادي نشكي بودي بويا فا يتيرا يتراح غا ماجستاني يتراح غاوزغن غاني تيرا بارتي ذات الناس يعني بدا غاست القولات وهذه ني ورديج الفوربوضه مزيان وهذه بويافا يدي غفارجني وذا غنغيج الازمه طم قرانت الملاعب ذا البنيه التحتيه من زيو غنغبو خمش نتوالى المنتخب المغربي ذي 16 نلعب بدا تفديت لعاب نديري فين بدا تفدي لعاب نديري فين ديال المنتخب الوطني ولكن الشين دي هندية النظام ديني المواهب الطاس باش غاكنا تكون ديني الغياب البنيه التحتيه وديني بو الاهتمام ديال الفئات الصغرى وغنرغبوا اكاديميه باش نزريمك ديني دي يا رب دي سلا للاسف غنغيش المشكل ضم قران بدا نطانن يجدي خوغنبوب قانا هذا منك تفضل الماكيت يتفضل شن عجبامو تقول كاوان تويري والو بدا فربوني مؤجل بدا قديني يتكون السؤالين هما بودا تريدين جن المبادره المؤسسه نو يا انا غادي نجاوبك انا غادي نجاوبك بالعربيه اسمح لي الا جاوبتك بالعربيه سي محمد باغي نقولها باش تعملنا الفائده. انا من غير ديك المقابله ولا ديك المباراه اللي لعبنا الخيريه اللي لعبنا مع اجاكس في 2004 اللي جمعنا فيها نصيب الفلوس وعاوننا بها اصحاب الزيت زاد الحسيمه كنا بغينا نديروا شي مقابله اخرى ولا شي مباراه اخرى في هولندا ولكن خفنا من الشغب وشنو درنا خدينا اللعابه ديال دوزيام ديفيزيون في هولندا ماشي بريمير ديفيزيون اللعابه اللي كانوا في دوزيام ديفيزيون منهم بخاري نور الدين بخاري لان كان كبر شويه وهبط للدوزيام ديفيزيون منهم خالد سينوح منهم ميمون ماهي وزيد هذوك اللعابه ديال الدوزيام ديفيزيون بغيت نجيبهم باش نلعبوا في مراكش مع الكوكب ومع اولمبيك مراكش. ونقول لك واحد الحاجه بين قوسين خصك تعرفها ويعرفها حتى يعني الناس اللي كيتصنتوا لينا. انا في ديك الوقيته مشيت عند وزاره الجاليه المقيمه بالخارج في الرباط باش نسولهم واش يقدروا يعاونونا بشي حاجه الا جبنا دوك المحترفين المغرب باش يلعبوا مقابله خيريه في مراكش. ولكن تلقيت الموظف ما يحتاجش نذكر الاسم ديالو حتى هو سولني في هذا الموضوع قال لي انت منين؟ قلت له انا من ناظور من سلوان بالضبط. قال لي علاش جبتي هاد اللعابه لمراكش علاش ما جبتيهمش للناظور؟ قلت له ما عندناش الملعب ما عندناش الملعب اللي هو في المستوى نجيب المحترفين من هولندا لتما لان لو كان عندنا شي ملعب في منطقه الناظور لو كان جبتهم. المهم باش ما نطولش قال لي لا كاين واحد الملعب في سلوان. قلت له انا ولد سلوان وانا لعبت الكره في سلوان وكنعرف الملعب ديالو. قال لي لا كاين تما واحد الملعب. قلت له واحد الملعب صغير بحال دوك الملاعب القرب فيه شويه الغازون وصافي ما فيه لا تريبون لا يديك لا يخليك. قلت له ما نقدرش انا نجيب المحترفين ديال هولندا اللي كيلعبوا في دوزيام ديفيزيون ونحطهم تما في ذاك الملعب. المهم صافي فضينا الهضره دازت واحد المده يلاه هادي شي شهرين اتصلت بهذاك الشخص قلت له انا بغيت نتلاقى معك باش نهضروا على المحترفين. الفكره انني زعما ناوي نسول المحترفين ديالنا في هولندا واش يبغيو يجيو يلعبوا في الناظور لان لو كنت سولتهم الاغلبيه الدراري المحترفين اللي عندنا في هولندا يقولوا لي نمشيو للناظور لانه هما ولاد الناظور سعيد بقاتي اسامه السعيدي المهم واحد العدد يوسف اقشاوي دريس اقشاوي كاع الدراري تقريبا منطقه الناظور. ولكن هذاك السيد ما كيهزش عليا التليفون وما كيجاوبنيش وهذا هو السبب باش ما جيناش ما ساعدتناش الظروف باش نجيو لمنطقه الناظور نلعبوا. اما الدراري المحترفين اللي كيهضروا الغيثيه واللي هما من منطقه الناظور بغاو يجيو يلعبوا في الناظور خصنا غير نوجدوا لهم الجو المناسب. يعني ذني الامكانيه او كاينه امكانيه مستقبلا تكون شي مباراه بحال هذه
ان شاء الله. في الملعب ديال الناظور. الحمد لله ان شاء الملعب الله. ديال الناظور عمره ما وقع فيه شي مشاكل، يعني كاين حدا المنطقه الامنيه الامور مضبوطه تما الحمد لله. يعني كنتمنى ان شاء الله تكون واحد المبادره، ان شاء الله. تكون شي مباراه وديه تما، ومن خلالها نوصلوا رساله انه مدينه الناظور محتاجه لواحد الملعب كيليق بها. 15,000 متفرج بارك علينا تكون في جامعه الناظور ان شاء الله، وتكون جامعه وكانت ولذا ايضا جامعه الناظور تكون حامله للمشروع باش تخرج هذا المشروع، تبدا دير خطوه اولى وتواصل معكم السي عبد القادر باش تكون هذه المباراه الوديه، ويحضر معنا حتى السي كريم الاحمدي ان شاء الله. ان شاء الله ان نكون شاء معكم الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. احنا ما كرهناش كل عام. دابا راه هما ملي تلاقاو في المجمع الرياضي في الرباط، تلاقاو كل عام بعد هاد القدماء، هاد اللاعبين القدماء اتفقنا باش كل عام تلاقاو ونمشيو للمغرب ونلعبوا في واحد الاقليم في المغرب. واخا ما غاديش نلعبوا مع الفرق اللي واعرين اللي كيلعبوا بريمير ديفيزيون، ولكن نلعبوا مع الفرق اللي في المستوى ديالهم. واتفقنا بكل عام نديروا واحد المنطقه في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل السي عادل. ان شاء الله. بارك الله فيك السي عبد القادر. باغي نسول السي بالخدمه واخا. نعم السي اسامه، تفضل السي اسامه. لا زيت لا كنت شويه. شحال عاد بقى عاد نديروا هذا الشيء؟ شحال الوقت؟ اسامه كيوجد كيقارش مرمي. اسامه كينعس بكري. هذا المره غتشوف سي اسامه السعيدي غادي تشنغيش الفيديو وها نسيت الشنق قبل غيعاور. طاورك ان شاء الله. ديال حسين خرجه استرجع كرات كثيره. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. هذه فرصه يعني كميه كبيره من الماء بجانب الزميل أزدون وكذلك الزميل طلال على القناه الثانيه، ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل هدف رابع. اذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائده المنتخب الوطني. وقلت يعني اللاعبين الجزائريين انهاروا بشكل كبير. اسامه السعيدي مراوغه جميله وهدف جميل هدف جميل ديال اسامه السعيدي اللي كيختم التالق ديالو. لاحظوا المراوغه، لاحظوا التقنيات العاليه والهدف بين الارجل ديال مبولحي. 4-0 الان لفائده المنتخب الوطني. دابا تنعس مزيان السعيدي ياك؟ اسامه السعيدي على بالنا الفاصل. هذه هي الاصابه اللي جعلت اسامه السعيدي معروف في العالم كامل. في الرباط ما يقدرش يتمشى في الزرقاء، كلشي كيبغي يصور معاه. دابا السي اسامه تعقرض ياك تعقرض خو غول عقرب ما شاء الله. تو المغربي خصها سجل غا زيرو ديال الجزائر تو سي متكني وثقيمه سنابع. ما شاء الله. اللهم بارك. تفضل السي محمد. اول ماتش ضبي قبل اول ماتش المنتخب ياك 2011. ولكن قلنا ذيك قبل التاريخ دي استوار رفور والنقط بدات زارخ بديت من داريت دي فيسبوك دي انستغرام. الحمد لله. والصراحه اسامه السعيدي تغازي احسن اللاعبين بعد الشخصيه الدغاريه الطاس. تبارك الله عليك وشرف نقرر انه تريد تمثل قريب النظر. شكرا بزاف ان شاء الله باذن الله. سي اسامه فكرتي جو غول ناغ نعاود غول اكس توك سيتي كونتري تشيلسي دي الدقيقه 90 تعقل الخاص اللي خلى 3-2 تو غادي 2-2 عقر قاع عقر غول 3-2 ماشي 3-2. اش فكر تو مورينيو مدرب تشيلسي وميت كي تقولني واخا يكعي يقشا ما يصفقاش تعقلوني غلا عقر تو شجل غول نيش تغيت جيمني. بارك الله فيك. بارك الله سي اسامه.
عافيك. تبارك الله. سيكا اسامه سعيدي ما تغاث خصد غشان لا حاجه معليش، لا معليش، نقيمو كيما نكمل ان شاء الله. صافي. شوف السي اسامه نشي دادي سبور نظورة كسي دار راح مش ما تخسد فهمت بارك واخذ الله بود قلنا فهمت الله مرتاح خير ان شاء الله. السي بارك الله. كريم نرجعوا عند السي كريم الاحمدي واخا كدوي شويه بالريفيه ماشي مشكل ماشي مشكل. السي ساكن كريم ولا؟ لا ما كنفهمش. تعلم الريفيه من بوحدوس. بوحدوس في البيت ديالو في لوطير. هو ريفي. كان معاك في نفس البيت في الرباط ياك شكون بوعدوز؟ بوحدوز حتى هو كان معنا بزاف في المنتخب. كنا اصحاب في المنتخب. كاس العالم 2018 بصح. وكاس افريقيا في ايجيبت في مصر في الكابون في الكابون 2017 حتى هو كان تما. ديك الوقيته كان واحد المنتخب زوين مع ايرفي رونار. الصراحه كنتو غاديين مزيان ما عرفتش شنو وقع مع في هذاك الماتش ديال بعد كونتر ايجيبت كنتو مزيانين في الاخر جا داك الهدف. حنا بدينا عاوتاني حتى الكاس افريقيا مشينا كانوا بزاف اللعابه ما مشاوش. كان مرابط من بليسي كانوا بزاف اللعابه ما مشاوش كوب افريك. وعاوتاني بزاف الناس قالوا زعما ما نديروا حتى حاجه في ديك في الكوب افريك. بحال الحمد لله دوزنا داكشي مزيان. الماتش اللي ربحنا مع الكوت ديفوار دوزنا حنا الاولى. والماتش تاع مع مصر زعما ما كانش يظهر معنا حيت لعبنا ماتش مزيان وضيعنا بزاف الفرص باش نربحوا الماتش. بحال الحمد لله ديك الوقت مع هارفرنا داز مزيان. و زعما حتى هو مدرب اللي عطى المنتخب ديسيبلين. زعما كان اللاعب يكونوا ديسيبلين وهذه كانت بزاف المشكل قبل مني جا هارفرنار. كنا كنجيو المنتخب بحال ديسيبلين ما كانش مزيان. بحال الحمد لله هو زيار علينا في الاول اللي جا. بحال الحمد لله انت شفتوا مشينا بعيد. و بعد 18 عام ما مشيناش لكاس العالم. مشينا كاس العالم ديال روسيا ودوزنا داك الشيء مزيان الحمد لله. خصوصا جبتوا الربحه من كوت ديفوار الى عقلتي. هذاك الماتش كان صعيب. داك الماتش كان صعيب. الماتش كان صعيب. وكنا لاعبين عندهم ووكلا في 5 دقائق الاولى جافينيو وكلا ضيع الفرصه باش يسجلوا علينا 1-0. الحمد لله دوزنا الماتش على خير وبخير وزعما باش نقدروا نمشيو لروسيا الحمد لله. سي كريم تفضل السي محمد تفضل. عادل في نفس الموضوع سي كريم كنشوفوا ان المنتخب الوطني المغربي وصل لنصف نهائي كاس العالم ونصف النهائي ديال الالعاب الاولمبيه ولكن كنشوف ان استعصت علينا هذه الكاس افريقيا. واش شنو خاصنا السي كريم في هذه الكاس افريقيا اللي جايه واللي غتلعب في المغرب وكل شيء كيراهن انه خاص تبقى هذيك الكاس هنا في المغرب. كنظن فرصه كبيره ان شاء الله. الارضيه مزيان لاعب في بلادك الجمهور معاك كيف حال لاعب في الدار ديالك. وكنظن زعما وتا اللعابه اللي عندهم دابا كنظن ما يقدروش يلعبوا نفس التشكيله اللي كانوا لاعبين في كاس العالم. كنظن بهاد اللعابه اللي عندك دابا سكت اتاكي كثار. هذيك عاوتاني تكون حتى مشكله الا كنتي لاعب مع الافريق حيت هما كان دائما عندهم اللعابه اللي سريع و على عطيتي لهم شويه ديال المساحه يكونوا زعما خطير. بحال ان شاء الله كنظن اللعابه اللي كاينين دابا المنتخب اكسبيرينس لاعبين في الناديات كبار وعارفين راه غيكون الضغط كبير باش تلعب في بلادك وسك تجيب كاس الافريق. بحال انا كنظن اللي بينونا في هذه الماتشات الاخرى زعما راهم واجدين وان شاء الله الجمهور يعاونهم ان شاء الله يخليوا الكاس في المغرب ان شاء الله. السي كريم باغي نسولك على مثلا شنو بزاف ديال الجمهور وديال المحللين ديال الكره كيقول لك مثلا كينتقدوا وليد الركراكي على ستايل ديالو كيفاش كيلعب. كيقول لك زعما ما قادرش نمشيو بعيد في كاس افريقيا الجايه. شنو ممكن تقدر تقول لنا في هذا الشيء؟
انا كنظن اللي دار هو في الكاس العالم، كنظن ما كانش شي مدرب يديرها مع المنتخب في المغرب، زعما تجمع اللعابه، خليهم يلعبوا مجموعين، ما يكونوش مفتوحين بحال دابا. المشكل اللي عندنا دابا مع المنتخب، كنظن عندك بزاف د اللعابه اللي ما تقدرش تلعب نفس الشيء اللي درتي في الكاس العالم. انا هذاك علاش كنظن ركراكي دابا تا هو غادي يغير التكتيك ديالو، وكنظن غادي اي اتاكي اكثر مني كان في الكاس العالم ان شاء الله. سي محمد بن عمرو، عندك شي سؤال ولا شي اضافه؟ اسقسينو ديريني السي عبد القادر الدرزيخ، جمعيه المحترفين المغاربه ديال هولندا، واش الاستعداد المحترفين يتجا سابقين نغمار المحترفين يتجا حتى الحاليين، ونجم مجموعه المحترفين ديال هولندا نهار تيران اكل المنتخب الوطني المغربي. المؤسسه لنا اسمح لي، المؤسسه ديالنا تاسست لجميع المحترفين المغاربه في كره القدم. لمعلوماتكم، انا النهار اللي دخلت في المؤسسه واتفقوا الاخوان باش نكون رئيس ديال المؤسسه، ماشي انا في الحقيقه ما بغيتش نكون رئيس ديالها. لان علاش؟ لان انا ما لعبتش محترف، خاص الرئيس يكون لاعب محترف. انا دائما كنقولها لهم، نقلبوا على واحد يكون رئيس يكون محترف سابق. انا نعاونكم في الكتابه ولا في السكرتاريه ولا في شي حاجه اخرى، ولكن نظرا لان ما كناش لقينا الشخص اللي بغى يكون رئيس من المحترفين، بقيت هكاك، بقيت انا رئيس وعالمي احناف سكرتير وامين صندوق، وهذوك الاخوه اللي كانوا معنا ما بقاوش كيجيو لان ما بقيناش كنديروا الانشطه. ولكن هذه المره ملي جينا المغرب طلبت من الاخوان باش نزيدوا معنا واحد الرئيس يكون رئيس ديال المؤسسه جديد ابتداء من الشهور القادمه ان شاء الله. وقلت لهم خصنا واحد امين الصندوق اللي غيتكلف المال، وقلت لهم خصنا واحد فيب مايستر اللي كيقوم بالويب سايت ويعدلها الى اخره. والحمد لله نقدر نخبركم باننا الحمد لله لقينا التجاوب، لقينا كريم احمدي باغي يتعاون معنا وكنتمنى ان شاء الله هو اللي غيكون الرئيس الجديد ديال المؤسسه في المستقبل الا بغى. وكاين معالي بوسعيد حتى هو بغى يكون معنا في المكتب يدخل في المؤسسه. وكاين نور الدين بوخاري. نعم لا السعيدي اسامه ما انا لعب كره، انا لعب كيعجبناش يخدم في المكتب، ولكن ما الا احتاجيناه قال لك غيعاوننا، حتى هو قال لك نعاون، ولكن المكتب ما كيعجبنوش يخدم في المكتب. المهم كاين نور الدين بوخاري وكاين كريم الاحمدي وكاين علي بوصابون، غادي نزيدوهم في هذه المؤسسه، وغادي يكون واحد منهم رئيس، واحد نائب رئيس، وواحد نديروه امين الصندوق. وغادي انا نبقى معاهم كنعاونهم، لان انا كنكتب شويه العربيه، ربما الاغلبيه المحترفين ما كيكتبوش العربيه، انا كنكتبها، وكنقدر نراسل الجامعه ونراسل الجمعيات الاخرى، مؤسسه الحسن الثاني الى اخره. هذاك الاطار انا نقدر نعاونهم، وهما غادي يكونوا ان شاء الله مسؤولين على المؤسسه ان شاء الله. ان شاء الله سي عبد القادر، بارك الله فيك. وضابي نوضغاو نقارون الحلقه، ربما الاخوان نطفيكني وتصم ثانخ. انا مكش الكلمه ثاني قاروت كلمه اخيره ان شاء الله لكل واحد. السي عبد الوهاب الغدا كنا كنتمناو يكون معنا من الاول باش يدوي معنا بزاف، ربما هو ما خداش حقه بزاف هذه الحلقه، كانت ظروف تقنيه اللي ما خلاتوش مثلا يكون معنا. واخا نبدا بك السي عبد القادر الدراز ونمشي تباعا عند الاخوان كلمه اخيره ان شاء الله باش نختموا هذه الحلقه هذه. اولا كنشكركم على هذه الفرصه اللي عطيتوا لنا باش نتحاوروا معكم ونعرفوا راسنا في المنطقه ديالنا اللي خلقنا فيها وتربينا فيها، ولكن حتى واحد ما كنعرفوه وما كيعرفنا. هذه مناسبه مزيانه، كنشكركم وكنتمناو ان شاء الله في المستقبل نديروا يد في يد باش نعاونوا هذا الاقليم ديالنا باش يبان شويه في الخريطه المغربيه ان شاء الله بالنسبه لكره القدم. ان شاء الله. بارك الله فيك السي عبد القادر، وشكرا بزاف على كل المعطيات اللي عطيتينا وكل المعلومات، بارك الله فيك. ندوزو للسي كريم الاحمدي، كلمه اخيره السي كريم. كنشكرك بزاف بعد على الوقت اللي عطيتينا وعلى لا ماشي مشكل.
انا كنشكركم بزاف، زعما كتشي مزيانه باش نهضروا عليها، وان شاء الله نجيو نناظروا ونلعبوا شي ماتش ان شاء الله، حبيه ان شاء الله. ان شاء الله. بارك شكرا. الله فيك السي كريم، بارك الله فيك. سي شكرا. اسامه نجمو نعم. بارزين كاعرو باش الصداقه توحد شوي. لا معليش، لا وحرق شغال. تشكركني خويا ما غزانت دي اللايف. وان شاء الله مزال لي النظام ان شاء الله ان شاء الله، الشين يعني كيجي ماتش ان شاء الله الصباح. وان شاء الله نعاونوا النوي ان شاء الله يجي الملعب دي النظام ان شاء الله دوني باذن الله. المطلوب ان شاء الله الجمهور ما رازو الملعب ديال النضال ان شاء الله، انفراستركتور ديال النضال ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله بها. سي شكرا. اسامه. ادعو خاصي عبد الوهاب الخدا، ربما اتصل الاخوان قد كاين نخدي اللايف واسيت بان السي عبد الوهاب وقع شي مشكل تقني واش السي وربويا طاس. ان الحوايج سبحان ان الحوايج سبحان سي ان عبد شاء سي عبد الله. الوهاب الخدا. انت يتجان تسمى ميس انت دات سبور نادور دات تسمى سبور نادور بدا يعزم في ورا السي عبد الوهاب. مرحبا به في اي وقت. تفضل السي عبد الوهاب الخدا. كسر بوق الورد. لا ضبي واه يمكن هذا خيت سيرجي السي عبد الوهاب. وقيت ميكرو. grâce à l'invitation d'X microphone واش كثير انا السي حاسس عبد الوهاب واش نسري شغل السي عبد الوهاب. ربما غا شويه المشاكل التقنيه غا السي عبد الوهاب الخدا. واخا السي محمد بن عمرو تشكاري شطاس المداخلات الكيد وتشكى السي محمد الوردي كذلك المجهودات التقنيه يكا باش تسفق الحلقيه في احسن الظروف والمداخلات نسورا انت يكشن هانكذا. شكرا السي عادل اللامي. نشكر السي اسامه السعيدي. كنشكروا بزاف عاود كذلك السي كريم الاحمدي، سي عبد القادر الدرازي، عبد الوهاب بن غدا على التلبيه ديال الدعوه. وهذا النقاش صراحه اللي ما غاديش تستافد منه الا كره القدم المغربيه اللي بغينا نشوفوها في احسن الاحوال مستقبلا. كنتمناو ان شاء الله لا السي اسامه السعيدي ولا السي كريم الاحمدي نشوفوهم يوما ما مدربين للمنتخبات الوطنيه. وايضا كنتمناو التوفيق لجمعيه المحترفين المغاربه بهولندا اللي هي الاولى من نوعها، وكنتمنوا انها تعمم جميع البلدان الاوروبيه، ولما لا ما تفتح الفروع بها في المغرب. شكرا السي محمد. نمشي لكلمه السي محمد الوردي، تفضل. كشي الكلمه بعد نسي سي عبد الوهاب بن خداق وضع بصوت نسي يعقبت السي بن خدات السري دار لا بن خداو دي شي هادشي المشكل يمكن الكونيكسيون. واخا باش نختم ان شاء الله السي محمد الوردي كلمه اخيره. كنشكر الاخوان اللي يدخلوا معنا في هذا المباشر، هذا الدرازي، السي كريم الاحمدي، لأسامة السعيدي، السي عبد الوهاب بن خدا، الاخ محمد بن عمرو، عادل السلامي. شكرا لكم كاملين على هذا الوقت الزوين اللي دوزنا معكم، وشرف كبير اننا نطلعوا معكم في هذا المباشر وتحفونا بالاراء ديالكم وبالتجربه ديالكم، وكنتمناو اننا نشوفكم ان شاء الله مدربين كبار في المستوى ان شاء الله خلال الدوره اللي كدوزو ان شاء الله. لما لا شي واحد فيكم عاوتاني يضرب شي فريق ناظوري لما لا شي نهار، والمنتخب الوطني ان شاء الله نشوفوا القدام ان شاء الله. شكرا لكم ان شاء الله. بارك الله فيك سي محمد، بارك الله فيكم كابرين. اذا يتمسوا يثمن ودغاو نكارون البرنامج نتقى ديك الني وسوطاس ونشكرك نوخ الاسئله داك تقيم دي لي كومونتير. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.